الكرة فرصة ممكن جدا خطيرة. التعادل للنادي الاهلي. انه الاهلي يسجل كرة محمد شوقي في ال 85 دقيقة يتعادل. احب اقول لكم الحق، كنت ساقول انه الاهلي يفتقد في هذا الموسم الافريقي لصلابته خارج القارة، لانه خسر في زيمبابوي وخسر ايضا في ليبيا وتعادل بصعوبة في نيجيريا ويقترب من خسارة في استاد الزويزو. هذا للأمانة ما أصر به وما أعلنه جهرا الآن. التعادل، بينما الآن وقف التعادل، ما عادش فيها تعادل. تتوتر الأجواء في استاد نوفمبر بتزويزو في الدقيقة 85. شوقي يتعادل، العاد من الاحتراف في الدوري الانجليزي، سجل 1-1، هدف قاتل. سبحان الله، من دقائق قلت الاهلي ما تقولوش انه خسر، لانه معروف انه غدار. بوتريكا في صفاقس، بوتريكا ضد الشبيبه من 4 عوام، لكن في استاد 5 جويليا، واسامه حسني ضد الناصريه حسين داي في نفس الملعب. اليوم الاهلي يأكد انه ما يموتش. في 86 دقيقة جمهور الشبيبة يبقى وفي للفريق الاصفر والاخضر، والنادي الاهلي يبقى وفي لتقاليد الفانيلا الحمراء. لا استسلام، لا يأس، لا انهزام. هذه هي اللاءات الثلاث، تعرفوا في التاريخ فما 3 لاءات شهيرة في 68 في الخرطوم، اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش مش لازم يعرفها. انا نحكي على 3 لاءات في الكرة: لا للانهزام، لا للياس، لا للاستسلام. الاهلي يتعادل الاهلي في الوقت القادم. نهار 15 خاسر 1-0، في 16 رجع 1-1. إذا هذه هي الأجواء الآن في استاد أول نوفمبر بتزويزو. شبيبة القبائل 1، الأهلي 1. ربي اللي عنده بعض الحسابات ما يصفيهاش، ما تشعلوش الفتنة من جديد، لأنه في أي ملعب بتصير فريق رابح 1-0 في مباراة مهمة يصير تعادل، ممكن استفزاز من اللاعب الهداف، في كل ملاعب العالم تصير رياكشن، وبالتالي ما نقعدوش بك العقدة بتاع الماتش السابق، نقعدوا بأنها مباراة في الكرة وتصير بين الشبيبة والأهلي كما بين الشبيبة والترجي، كما الشبيبة والجيش الملكي، كما الشبيبة والهلال والمريخ. الشبيبة قدم مباراة ممتازة، لكن اضطر يستعمل كلمة من القاموس: العبرة في الخواتيم. لكن برافو جمهور الكناري، جمهور الشبيبة يعبر عن التمسك بالراية والفريق، يشجع اللونين إلى آخر اللحظات، اقتناعا منه وإيمانا منه أنه فريقه يلعبه. بالفعل فريق الشبيبة اليوم عمل مباراة ممتازة جدا. الهفوة الوحيدة كلفته غالي، وهذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. الشبيبة ممكن يحتاج على لمسة يد أو يحتاج على أوفسايد، هذه الكرة أمامكم، شوف اللقطة، شوف الصورة، شوف مشاكلك يا حياته، شوف يا عيسى كيف تفسد الحكام المباريات، كيف تبوظ الحكام المباريات كما يقولوا في مصر. شفنا اشكاليات كبيرة في الحكام. كوكو جاوبي هذا في ماتش الترجي وديناموس معلق على الهدف الثاني، مشى روجي يعمل لك زفر نهاية المباراة، بخلاف اشياء اخرى. لينا وضدنا، نحكي اللي ليا واللي عليا. حكم كومان كوليبالي ماتش الاهلي والاسماعيلي ما كانش مليح. ماتش الاهلي والشبيبه حلل وناقش، قيم ومنح عدد للفريقين، للجماهير وللحكام. شبيبة القبائل 1، الاهلي المصري 1.
شبيبة سيبقى في الصدارة 7 نقاط، الأهلي حاليا 5 نقاط، 3 نقاط لفريق الإسماعيلي، نقطة لهيرتلاند. المجموعة تزيد تشعل، المجموعة الثانية تشعل بدورها مثل ما شعلت الأولى. يعقاب تعثر الترجي اليوم في لوبومباتشي 2-1 بالمساء، وخسارة ستيف 1-0. هذه الكرة شعطال حكم الزفر الحكم. اتصلوا من الشريف، جيبوا بوسيم، اعطيونا الفزورة حكايتها. هذه الكرة راجع من اوف سايد، حط كرة حسب وجهة النظر الجزائرية. الحكم مرة لينا مرة ضدنا حسب وجهة النظر المصرية، وكل يغني على ليلاه، كل واحد وعنده حق. هذه الاجواء الان في استاد اول نوفمبر في تسي وزو. بركات يتحدث، الشيء اللي يعجب الان شوف الحوار بن يحيى سيدي عليه وبركات احمد حسن وكلام اللاعبين. مباراة الان ترجع للهدوء، لكن اعطيني الحكم الزفر الان، لان الجمهور الجزائري شاعل فرحا. لو يشجع فريقه والهدف قبل برافو عليه، نرفع له القبعة. او في قرار ثاني، لانه انشاد في توتر من جانب النادي الاهلي. ربي المخرج يعطيني الكرة منين خرجت، لانه كارثة نقول 1-1 وهي 1-0، او نقول 1-0 وهي 1-1. اعطيني الكرة، اعطيني الكرة يا مخرج العزيز، اعطيني الكرة، ما تحطنيش في اشكال. نعلقوا هنا مفتوحة، وهناك تلعب في اول نوفمبر بتسي وزو. رجع يهديك مكان الكرة باش نشوفوها مخالفة للتسلل او اتلعبت وسط ميدان جول لزملاء فتحي. تفرق برشا ايها المخرج، لانه الجمهور الجزائري فرحته غير عادية، فرحته غير عادية، والغي الهدف. نعم الغي الهدف، قلت لك غير عادي فرحة الجمهور الجزائري، توتر لاعبي الاهلي. الحكم رفض الهدف لتسلل لتبقى في 1-0 للكناري يا حسن. 1-0. نعرفوا ما شاء الله الجزيرة يعني ايديها طايلة، ثقة في الحكام العرب، لكن مجرد تحليل التعليق. جيبوا كلنا، جيبوا الحكام الاوروبيين والعالميين. زعم التسلل هو بيني وبينكم. كوكو جاوبي لازم يكون ذكي، اتذكى يا كوكو، خلي تسلك المباراة، خلي تخرج سلامات يا كوكو. مباراة في 10 دقائق ماهيش مباراة. الحكم يلزم يكون ذكي الآن ويخرج لك مباراتك لشط الأمان يا حياته. مخالفة تسلل إذا للفريق الجزائري في الكرة اللي تحسبت اوف سايد، لأنه يعني شوقي كان في الاوف سايد، رجع اخذها ضربها سجلها. فرحة كبيرة للأهلي، الحكم المساعد هو اللي يلغى الهدف، او كوكو جاوبي. ما تحملونيش ما لا طاقة لي به، لانه مانيش في الملعب وبالتالي ما شفتش امانة.